بداية وترحيبا بالضيوف وترحيبا بمن قدم هذه الخدمة، اسمحوا لي أن أطلب من سعادة العين سمير قردن رئيس جمعية خيرية الشركسية ليرحب بكم. أهلا وسهلا سعادة العين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي وباسم إدارة الجمعية الخيرية الشركسية أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب، أقول أهلا وسهلا فيكم في بيتكم في داركم في الجمعية الخيرية الشركسية. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى جميع الأخوات والأخوة الذين ساعدوا وساهموا في هذا اللقاء، ومن ثم أتقدم بجزيل الشكر إلى أخواننا في الأمن العام، وإلى أخواننا في الدفاع المدني، وإلى أخواننا في المتصرفية، وإلى أخواننا في جميع الدوائر المسؤولة المحيطة حولنا ممن قدموا المساعدة لهذه المناسبة الجليلة. كلكم تعرفوا، احنا بنعرف على انه شو معنى انه الانسان يتبرع من نفسه، يقول انا بدي اخدم بلدي، بدي اخدم اهلي، بدي اخدم عشيرتي، بدي اخدم ناسي. الاخوان اللي قدموا هذه الخدمة اقدم لهم جزيل الشكر وخالص الامتنان وكل المحبة والتقدير. بسوى إشي كتير من اخواننا واخواتنا ممن قدموا هذه المساعدات في المناسبتين اللي مروا علينا. صحيح انه الدولة هي المسؤولة عن كل شيء، ولكن في مثل هذه الظروف الدولة ليست وحدها، لازم تبقى في الميدان. احنا كلنا لازم نكون في الميدان، وشبابنا أكدوا وبكل صدق وأمانة، وأكدوا على مقولة جلالة سيدنا، وخاصة في اللقاء الأخير اللي قال فيه إنه إحنا كلنا الأردن، وإحنا بنعتز إنه أردنيين، وإحنا بنعتز أيضا في شبابنا اللي هم فعلا أثبتوا إنهم أردنيون، وأثبتوا بأنهم هم الأردن وهم أهل الأردن. هذه التصرفات أو هذه الأعمال في مثل هذه الظروف هي بتسوى إشي كثير. الإنسان أنه يقدم من نفسه والآخرين قاعدين في بيوتهم، وهذا لا بخاف من ثلج ولا بخاف من هواء ولا بخاف من برد، وبيقدم آليته هو وآليته مشان يخدم الناس، فهذا له معنى كبير عنا. ولذلك احنا بنعتز انه احنا كلنا أردنيين، وبنرفع راسنا انه احنا أردنيين، وبنرفع راس بلدنا في شبابنا بأنهم أردنيون، وبنرفع راسنا أكثر وأكثر في أنه قائد هذا الوطن هو جلالة مليكنا المفدى عبد الله الثاني بن حسين. صحيح الملك عبد الله هو مليكنا، ولكن هو ملكنا أيضا، هو ملك الجميع، ولذلك احنا نعتز ونفتخر في أننا في ظله عايشين. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم جميعا الصحة الطيبة والقوة والمناعة، وتكونوا دائما وأبدا جاهزين لخدمة بلدكم ولخدمة أهلكم في كل الظروف. احنا كلنا مسؤولين، كل مواطن أردني هو مسؤول في مثل هذه الظروف. هذه الظروف اللي احنا بنمر فيها يجب أن نكون وأكثر من أي وقت مضى متماسكين أكثر ومتآخين ومتحابين، وهذا أثبتناه على الطبيعة وفي الميدان في هذه الظروف. ولذلك أنا بشكركم جميعا وبشكر كل الأخوة المسؤولين، وبقول أهلا وسهلا فيكم، وربنا يبعد الشر والسوء عن هذا البلد ويحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا، وأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. حقيقة لقد بدأ دور الجمعية الخيرية الشركسية من شهر 6 2014 في أول اجتماع تمهيدي مع عطوفة مدير دفاع مدني غرب عمان مشكورا لإبداء التعاون معهم، والذين أبدوا بدورهم استعدادهم لإتمام هذه المهمة، فتم التنسيق معهم من أجل إنجاح عملية تطوع الشباب في تقديم خدمة الإنقاذ والإسعاف تحت إشراف الدفاع المدني وبالتنسيق مع مدير الدفاع المدني، فمشكورين عطوفتكم لهذا العمل.
وتم أيضا التعاون مع أمانة عمان في منطقة المدينة ومع أمانة عمان بشكل عام في تزويدها في 9 سيارات بناء على طلب أمانة عمان، وأيضا كان تنسيق مشكور من أمانة عمان، شكرا للجميع. وصرفية لواء وادي السير كانت حاضرة باستمرار، كنا دوما على إبلاغ على إطلاع لهم، أطلعناهم بكل مهامنا وكانوا دوما مرحبين في هذه المهام، ووصلنا منهم كتاب شكر مشكورين عطوفتك لهذا العمل. الأمن العام متواجد 24 ساعة مع الجمعية الخيرية الشركسية في كافة الظروف في كافة الأوقات، لم يتردد يوم في تقديم العون المساعدة لأي نشاط أو لأي عمل قامت فيه الجمعية الخيرية الشركسية. وأيضا معنا من بنك الدم الدكتور إرفاس مشكورا الذي ساهم معنا باستمرار في إنجاح عمليات تبرع في الدم، ومعنا مطعم برشلونة ومطعم البرز الذين وجدوا في كل النشاطات في الجمعية الخيرية الشركسية. اسمحوا لي بداية أن أبدأ في تقديم الدروع، فإذا تكرم علينا سعادة العين سمير قردن أن يساهم في تقديم الدروع. متصرفية لواء وادي السير يستلمها الدكتور محمد رحامنة. مديرية الدفاع المدني يستلمها عطوفة مدير دفاع مدني غرب عمان، مشكورا. مركز أمن بيادر وادي السير أمانة عمان الكبرى الدكتور كريم يرفاس بنك الدم الأردني. مطعم برشلونة مطعم البرز. أيضا من الجمعية الخيرية الشركسية تواجد لدينا مجموعة من اللجان التي عملت خلال المنخفضات الجوية وخلال الظروف السابقة وتواجدت في الجمعية بصورة مستمرة. نبدأ في لجنة إدارة الأزمات في الجمعية الخيرية الشركسية، رئيس اللجنة أحمد أبدة. لجنة التكافل الموحد عدنان وقولة. لجنة النشاطات في الجمعية الخيرية الشركسية أما من تواجدوا في الميدان في وقت الذروة في وقت المنخفضات، نبدأ بنادي دفع الرباعي الذين عملوا مع الجمعية الخيرية الشركسية مع السيد سامر خالد حبر، ينال محمد ذيب قيتقة، السيد شامل عادل تغج، السيد إبراهيم محمد طلال الكردي، السيد عامر تحسين شناخوة، السيد خالد وليد أرخاغة، السيد عبد الرحمن غسان عصفور، السيد حمزة منصور تيمور، السيد سامر تحسين شناخوة، السيد أحمد محمد أبزاخ، السيد كمال غازي قناش، السيد عمر انصيرات، السيد أنزور غازي غبج، السيد عمر منصور الشركسي،
السيد عصام سميح جنكات. السيد عمران إدريس شابسغ. طبعا عمران إدريس شابسغ كان ضابط ارتباط بين الدفاع المدني وغرفة العمليات هون. السيد عادل صالح لمبز. والسيد عادل كان مسؤول عن الارتباط بين الجمعية وبين المجتمع، كان هو المنسق، هو عمران شابسغ. السيد سميح محمد نور جنكات. السيد رعد هاكوز. السيد محمد كسبي. السيد عماد بجنت حالة. السيد علي البيطار مش موجود. السيد عبد الله جانخوت. السيد نارت نغوي. السيد عبد الرحمن نمروقة. السيد عامر كايد أنسوقة. السيد عبد الله خمش. السيد عبد الله غونجوق. السيد عامر شكاخوة. السيد ركان شكاخوة. السيد محمد شفقوج. السيد عز الدين أحمد أبدة. السيد فراس ددخ. أيضا لقد قامت جمعية خيرية الشركسية في 16/1 في عملية حملة تبرع لبنك الدم، ومن من شاركوا في هذه الحملة أيضا الآنسة سارة محمد تيسير شهنكري. الآنسة هبة نزار جنب. الآنسة دانا عمر خمش. السيد دانيال أحمد نقر. الآنسة ساندرا أحمد نفش. الآنسة تنسيم علي جنب. السيد محمد بسلان حجو. السيد محمد نور أنفوقة. السيد نور محمد خير تغج. الآنسة لينا بسلان حجو. السيد قصي أحمد لمبس. والآنسة هبة شهنكري. شكرا سعادة العين، وشكرا لكل من ساهم، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بكم ومعكم تستمر مسيرة العطاء لجمعية خيرية الشركسية. أهلا وسهلا بالجميع. والآن في عنا شاي وحليب تحت، إذا بتشرفونا على الريسبشن الصغير تحت بمعية ضيوفنا على شرفهم اليوم. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواننا، احنا واجبنا ان نقوم كأجهزة أمنية في هذا الواجب وهو خدمة المواطن، ولكن انه هذه الجمعيات انها بتكرم الدفاع المدني وتكرم الامن العام وتكرم المتطوعين، فهذا صحيح انجاز كبير جدا. نرجو من جميع
المواطنين، ونرجو من جميع الأردنيين أن يحتذوا حذو هذه الجمعية. ولو كنا جميعا مثل هذه الجمعية في خدمة وطننا لكنا خير بلد في العالم. والله يعطيكم العافية، وشكرا لكم وشكرا إلى العين.